اهلا بيكم متابعين قناة مامي هيرو. النهاردة بقى الفيديو مختلف خالص عن الفيديوهات اللي انتوا اتعودتوا تشوفوها دايما في القناة. النهاردة بقى هاخدكم في جولة تحفة جدا ومختلفة من نوعها. هاخدكم المتحف المصري. انا كنت نفسي بصراحة اروحه من فترة، وصدفة ان انا كنت في القاهرة وزرت الأهرامات، وبعد كده قررنا ان احنا ندخل المكان او الصرح الكبير دوت. بجد يعني هتستمتعوا معايا النهاردة في الفيديو دوت بكل جزء ان شاء الله. انا هشرحه وهحاول على قد ما اقدر اقوله يعني بالتفاصيل. اول ما دخلنا كان طبعا في اماكن التذاكر، في دخول مجاني، حاجات استثنائية. وفي كمان الجولة بتاعت متحف الأطفال ليها برضو أسعار تانية، من أول 120 75 جنيه على حسب. وبعد كده توجهنا بقى، مشينا يعني جزء كده كبير قوي، قلت اخد لفة كبيرة اشوف المسلة الكبيرة قوي دي اللي شكل اللي في امريكا. وهنبدأ ندخل مع بعض الساحة الكبيرة دي، الساحة اللي من بره. احنا لسه ما دخلناش خالص المتحف. كل اللي احنا عملناه احنا دخلنا من البوابة وركننا ودفعنا التذاكر وبدأنا ناخد الجولة بتاعتنا. مركز المؤتمرات، المكان ده فيه كذا حاجة. فيه سينما، جزء كده مخصص بيعرضوا فيه عن توت عنخ آمون. وطبعا زي ما انتم شايفين التماثيل دي كلها موجودة هناك. تمثال رمسيس اللي هو كان في رمسيس. ادونا الجهاز الحلو قوي ده. الجهاز ده سماعات، بيبقى زي ترانسليشن، بيترجم فيه للأجانب بالعربي، بيترجم انجلش. والمرشدة السياحية دي هي اللي بتقول لنا، خدتنا في جولة طبعا كبيرة جدا، وقالت لنا على كل جزء موجود في المكان، من اول المسلة الكبيرة دي وتاريخها. وبدأنا ندخل معاها نشوف كل المكان بقى من جوه. اتكلمت عن رمسيس طبعا، ورمسيس داود رمسيس الثاني. طبعا هما اللي قالته كانت حاجة بالنسبة لي حلوة جدا، ان هما حطوه الاول وبعد كده بنوا فوقيه المتحف. انتوا متخيلين؟ دي كانت معلومة جديدة بالنسبة لي، لان فعلا ان الدخلة مش هتدخله لانه كبير جدا الصراحة، وكانوا خايفين ان هو يتكسر او اي جزء منه يقع. بعد كده بقى هاخدكوا الجولة التانية دي. ده اسانسير كده حلو قوي، يعني تقريبا لثلاث طوابق او اربع طوابق. اللي حابب طبعا من كبار السن يركبوا، بس انا حبيت اركبه بصراحة عشان اصور واجيب كل الساحة يعني من فوق وكده، لان التصوير هيبقى حلو فيه جدا، غير ان انا اكون نازلة من على السلالم. طبعا كل جزء من الأجزاء الموجودة زي ما انتوا شايفين كده فيها قطعة أثرية. وكانت طبعا المرشدة السياحية بتقول لنا عن طريق الفون أو الجهاز المترجم دوت عن كل جزء موجود في المكان وتاريخه وأصله ايه وجا منين، يعني تقريبا تفاصيل. الجولة خدت بالظبط ساعة إلا ربع أو نص ساعة، مش فاكرة بالظبط، لان الجولة دي كانت من فترة الصراحة، وانا لسه منزلة الفيديو ده، لسه عاملاله المونتاج بتاعه. فحبيت برضو اوريكم يعني جماله من جوه صرح فعلا. انا مكنتش متخيلة انه حلو قوي كده. بصوا شايفين الاجزاء الموجودة فيه، كل قطعة موجودة. سبحان الله، يعني بتقول ان فعلا الحضارة الفرعونية دي حاجة كانت جميلة جدا وعظيمة جدا، وفيها تاريخ وعلم وحضارة وأصالة. يعني بصوا بجد أنا بحب التاريخ بتاع مصر جدا، وبحب الحضارة الفرعونية جدا. وبحب أسمع قوي قوي عن تاريخنا. فلما دخلت المكان بصراحة أنا انبهرت يعني. مش عايزة اقول لكم، بقيت اقف اتصور كمان جنب كل تمثال وكل قطعة موجودة.
يعني قد ايه حلوة، وقد ايه فعلا لما بشوف كده النقوش الموجودة على الجدار دوت او الجرانيت ده، يعني ازاي هم ابدعوا في تصويرها. سبحان الله يعني. المكان بقى دوت شاشة كبيرة جدا بتعرض المتحف من بره ككل، وجميع القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف. زي ما انتوا شايفين اهو، ده بيقول لك الدرج العظيم. شايفين القطع الأثرية دي اهي، ودوت كمان موجود برضو. ده الطابق الاولاني اللي احنا كنا فيه في الاول، اول ما دخلنا. ده شكله من فوق، وده الصرح من قدام، او شكله من فوق يعني. وده الطابق التاني. ده متحف الطفل. متحف الطفل ما دخلتش صورت فيه لانه كانوا لسه تحت الانشاء، يعني لسه ما كانش فيه قطع اثريه موجوده فيه. بس اللي موجود دلوقتي قدامكم ده كل الحاجات دي هتتحط فيه قريب يعني. شايفين عامل ازاي؟ ده الطابق الثالث. بيقولك ان الطابق الثالث هيكون فيه ايه؟ قاعة العرض الرئيسية. قاعة العرض دي زي مكان بيعرضوا فيه حاجات سينمائية، او اللي هي بتقنية الفور دي. حلوة جدا. في قاعات تانية رئيسية كتير، يعني هي مش قاعة واحدة، في اكتر من قاعة. الطابق الثالث دوت في اكتر من قاعة، وهو بيشاور لكم على المكان. قاعة عرض توت عنخ آمون، ودي اللي أنا دخلتها وصورتها لكم، إن شاء الله برضو هتشوفوها معايا في الفيديو دوت. دي قاعات عرض توت عنخ آمون بقى. زي ما انتوا شايفين كده، في يعني صرح كامل عن توت عنخ آمون. جايبين بقى قصة حياته بتقنية الفور دي. دوت الشكل بالليل بيكون مضيء ازاي. ده المتحف كله يعني من فوق. تمام. والله يعني انا حبيت ايه اصور لكم على قد ما قدرت. في الاخر بعد بقى ما تعبت من التصوير بقى وخدنا الجوله كلها، قلنا بقى ناكل. لقينا هناك مطعم حلو قوي بتاع كشري الحقيقه. هو في اكتر من مطعم، بس اللي بهرني ان موجود مطعم كشري. فانا قررت ادوق الكشري بتاع القاهره، طبعا لا يعلى عليه. دخلنا واكلنا، وبعد كده بدات الجوله. كانت تقريبا الساعه 5 في قاعة المؤتمرات. دي القاعة المخصصة في عرض سينمائي لتوت عنخ آمون. طبعا كان بالحجز. دخلنا زي ما انتم شايفين القاعة جهاز ازاي، جميلة ازاي. انا عايزة اسيبكم بقى تشوفوا وتسمعوا الحاجات الجميلة اللي انا شفتها وسمعتها. كما وهبها للنبات وجعل الحياة تفيض في وادي النيل، أضاء سماؤها بالنجوم، صانع الحياة وما بعدها.
حيث ناقش الفنانون الحياة على الحجر وتركوا لنا تحفا جميلة تحكي لنا عن عظمتهم. تعالوا بنا في I suppose those excavators best to a feeling of awe, almost reality, when they break into a cube chosen from steel by pious hands so many centuries ago. 33 بجد بقى في النهاية احنا خلاص كده خلصنا الجولة التانية وخرجنا من المكان اللي احنا دخلنا منه، وده شكله بالليل بالإضاءات بالجو الجميل ده. في فتحة هنا زي ما انتوا شايفينها كده الصغنونة دي. يوم تقريبا 22 فبراير بيكون تعامد الشمس على وجه رمسيس. احنا اللي عاملينها بقى المرة دي مش الفراعنة. الشمس بتدخل جوه المتحف على وجه رمسيس يوم عيد ميلاده او تقريبا يوم توليه العرش حاجة كده يعني. بس فكانت بجد جولة حلوة قوي قوي قوي. مش عايزة احرمكم طبعا من جمال المنظر. بجد يا ريت تروحوا تشوفوه. المكان حلو بجد، في اماكن كتيرة في مصر تستاهل ان احنا نروح نشوفها. فعلا يعني المكان حلو قوي قوي، وبرشحه بجد لناس كتير جدا تاخد ولادها ويروحوا يتفرجوا على الجمال ده والتراث المصري الجميل. يا رب تكونوا استمتعتم بالجولة، وان شاء الله اجيلكم في جولات حلوة كتير ان شاء الله الفترة الجاية. اهو احنا بقى خرجنا خلاص من المكان وهنطلع نركب بقى العربية وهنروح. يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالفيديو دوت. اشوفكم على خير ان شاء الله، وقولوا لي في الكومنتات رأيكم ايه. باي باي.